عليكم ومرحبا بكم ومبارك عواشركم مع طاطا سارة. وغادي نبداو ان شاء الله سلسله من تحضيرات العيد الاضحى. الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه ويلاقينا بخير وعلى خير ان شاء الله ونفرحوا جميع باذن الله. هادو هما غنبدا بسلسله تحضيرات وغادي نبداو ان شاء الله بالعطريه، هي الاولى اللي كتشد لينا اليد وكتاخذ لينا وقت باش نوجدوها وباش نحضروها. عاد نشوفوا تحضيرات الاخرين بحال نرقدوا الفلفله ان شاء الله ونوجدوا المرافقات اللي كنرافقوا بها الفطور ديال نهار العيد او القطيبات ديال نهار العيد باذن الله، ونشوفوا جميع الاشياء اللي قدامنا. هذه هي التوابل اللي كنستعمل انا شخصيا. ربما كتشوفوا كتقولوا بزاف تاع التوابل، لا راه كاينين ما اكثر من هذه التوابل، كاين بزاف تاع ان شاء الله غادي نشوفوا انها راها قليله، وانا كنستعمل ما قل ودل في العطور ديال ديال الاشياء اللي كنخدموها في العيد الكبير باذن الله. نبداو ونشوفوا من هذا الابزار عادي جدا، البزار اللي كنشوفوه البزار الاسود، وفي حبيبات تاع البزار الابيض. انا ما درتوش لكن راكم كتعرفوا ملي كتبغي تشري البزار فهما العطار اللي كيرش لك شويه ديال البزار الابيض. لا نجيو للسكينجبير، زنجبيل، جانجومبر، سكينجبير. هذا سكينجبير البلدي، وكنصحكم ما تشريوش الابيض اللي كيبان كاين اللي مغسول، يستحسن ناخذوا هذا اللي كحل. فكنقشروه ونقيوه شويه ونسخنوه عاد باش عاد نديروه. ثم الكركم، الخرقوم عرق، ها هو انا جبتو لكم هكا باش تعرفوا على الاقامه، على التوابل اللي غادي نستعملوا. هذا الكركم، الخرقوم عرق تا هو، وهذا القزبر حبوب. هذا القزبر الحبوب هو الكبران هو الشاف ديال العطريه في هذا الموسم ديال عيد الاضحى. عندنا الكمون، وغتشوفوا معايا ان الكمون ما كندخلوش في الخلطات، الكمون كنخليه كنقيوه ونسخنوه ونطحنوه وكنخليوه بوحدو، كنضيفوه من بعد ما كيطيب لينا اللحم، بحال في المبخر، بحال في القطبان، بحال في الكبده. ملي كنبغيو نشويوها فقتا كنساليو عاد كنضيفوا الكمون، لو كومان في الاخر كيكون افيد وصحي اكثر، اما في الداخل ديال الاقامه لا داعي. ثم عندنا عصا سيدنا موسى لوغيي او ورق الغار اللي تنشوفوها حتى هي كنقيو منها العواد ونقادوها. ثم عندنا القرفه شي حاجه غنستعملوها هكا عواد او غادي نطحنوا منها. ثم ضروريه ومؤكده في بعض الخلطات اللي كتهمنا. وهاد العشبه هذه ربما الكثير منكم ما كتعرفوهاش، لكن الناس ديال الجنوب كيعرفوها، اللي سميتها لحيه الشيخ. هاد لحيه الشيخ عندها نسمه ونكهه خاصه في الكرداس، وبالخصوص في الكرداس وفي القديد كذلك. ثم عندنا اليازير هذا كنا كنعرفوه، اليازير اكليل الجبل او لو غوماران اللي كنعرفوه، صاحبنا ديال دائما الزعتر اللي ما كيخطاناش من الطبله ديال عيد الاضحى. هذا من جهه. ثم عندنا التوابل الاخرى، عندنا القعقله او الهيل كنعرفوها. انا هادشي اللي كنستعملوا نويويره، وهذه الكحله هكا مدوره، وكنستعملوا لسان الطير، لسان العصفور بهذا الشكل كما كتشوفوا، الزعفران زغبه او الزعفران الحر، وعندنا بسيبيسه. كنا تنعرفوا البسيبيسه راه هي الغشه ديال الكوزه، هذه الكوزه العاديه، حيت هاد المره مشيت ما لقيتش الكوزه الصحراويه فخديت هاد الكوزه، وهذا هو القشر ديالها، هذه بسيبيسه وهذه القشره. تخيلوا معايا هذه تتكون وسط هذه البسيبيسه. ثم عندنا الكوزه وعندنا الباديان، هذه النجمه ديال الانيس، النافع، زنجلان، وعندنا البصله كارمه، البصله
غبره. يمكن اللي ما لقاتش كاينه اللي غاد عندها البصله مشرده، وهذه انا عندي البصله هذه راه غبره. وعندي الفلفل الحار، الفلفل الحار كنديروه، وعندي القزبر والمعدنوس كارم كذلك. ثم عندي حوايج اخرى اللي هي الخل البلدي. والخل البلدي راه كنا تنعرفوه اللي هو هذا كيصاوبوه الناس. راه دابا حاليا انا هذا كتعطيني جارتي الله يخلف عليها، دائما كتعطيني كدير محسابي او كيتباع راه فيه الوان، كل واحد وكل وحده وكيفاش كتصاوبو، لكن مفيد للترقاد ديال الخليع وي القديد او القديد او الكرداس. ولما لا كيجي رائع في القطبان اللي كنرقدو ان شاء الله. ثم عندنا حويجات اخرى اللي هي هذه الحلبه، وغادي نشوفوا كيفاش غنستعملوا هاد التوابل كامله، كيفاش غادي نستعملوها. هذه الحلبه كنعرفوها جميع. ثم الحبه السوداء السانوج كذلك تنعرفوه جميع. وعندنا حب رشاد، هذا الاحمر حب رشاد. طبعا هاد التوابل كامله اللي دابا حنا شفنا، لكن راه حتى حاجه ما غاديش كلشي نخلطوه مع كلشي. راه غادي نعزلوا منهم اللي غنديروا في القديد بوحدو، واللي غنديروا في الكرداس بوحدو، وغادي نديروا المروزيه بوحدها، وكذلك العطور ديال القطبان بوحدهم. غير بهذا الشيء، لان لو شفتوا اخوات اخرين غتلقاو تقريبا الدوبل ديال هاد العطور ديال هاد التوابل اللي كاين، لكن انا كنكتفي بهذا الشيء كيكفيني وكيجي رائع وخفيف على المعده. وناخذوا هاد التوابل ديالنا كاملين، غادي ندقوهم، اما نسخنوهم في الفران او نسخنوهم في المقله، ونطحنوا كل حاجه على حده، ونتلاقاو باش نشوفوا الخلطات ديال كل وصفه بوحدها. وما تنساوش باش تتبعوني حتى لاخر الفيديو، وما تنساوش ديروا لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد الى كتعجبكم الوصفات ديال طاطا ساره. ونتلاقاو بعد ما نطحنوا الكل ديالنا. ونصيحه للجميع، كنا تنعرفوا اننا كنا في هذا الحجر الصحي، فما ننصحكمش تشريو لقامه مطحونه، شريوها هكا حبوب وصوبوها على يديكم وردوها الطحن عدموا لها، كان افيد. وراكم فاهمين المعنى ديال كل حاجه. اذا صحتنا كتهمنا جميع. احنا دابا بعد ما طحنا الاساس غادي نبداو حاجه بحاجه. غنبداو بالمروزيه. المروزيه اشنو كنحتاجوا ليها؟ وبعد شي بعد ما سخناه وطحناه، وطبعا اللي كيتغربل غربلناه، واللي وجدنا كل شيء. عندنا سكينجبير، البزار والخرقوم. هادو عقلوا معايا عليهم، هاد الثلاثه الاساسيات اللي غادي يرافقونا في جميع الخلطات ديالنا بدون استثناء. كنضيفوهم لكل شيء، لكن الاساس واللي كنرتكز عليه انا كخلطه المروزيه هي عندي البسيبيسه اللي هي هذه بعد ما طحناها، النويويره بعد ما طحناها، كذلك قاقله او الهيل بعد ما طحناها، ولسان الطير. هاد الربعه ديال التوابل اساسيه ومهمه في المروزيه. الباقي كله كنديروه اضافات، كنجيبوه بشويه بشويه. وكذلك النافع بعد ما طحناه ها هو، والزنجلان كنضيفوه حتى الاخر، ما كنخلطوش مع الخلطه. كذلك القرنفل او المسمار اللي تنعيطوا عليه الكلود جيرونفل، هادو حتى هما ما كنطحنهمش وما كنخلطهمش مع الخلطه، لكن كيمشيو مع المروزيه ممتاز. اشنو كندير لهاد المسمرات؟ انتبهوا معايا،
وعقلوا معايا الله يرضي عليكم، لان انا راه ما غنخلطش هادشي كله. هادو تناخذ بصيله صغيره وتنتك فيها 4 أو 5 ديال المسمرات وكنرميها في الطنجره، على اساس ملي نسالي كنهزها نحيدها الكل. كذلك القرفه ما يحتاج نديرها معاها لداخل، كنديرها عواد ومن بعد كنحيدها هي. والباديان، الباديان كتبقى استثنائيه، بغيتي ديريها ديريها، ما بغيتيش ما ديريهاش. ثم راه عندها نفس النكهه مع النافع. الا طحنتي النافع وخلطتيه مع الخلطه تستغناي على الباديان. ما درتيش النافع، هاد الباديان هادي وعندها نكهه رائعه في المروزيه. ضيفيها حتى هي هكا نجمه في الخلطه بحال هاد الشيء هكا. والقرنفل كنخليوهم صاينين وكنرميوهم في الطنجره. هذا قلنا باش ما يمشيش لينا ويضيع، كنتكوه في بصيله. وهادو راه كنلقاوهم في المرقه ملي كطيب كنحيدوهم، او ملي كنكونوا نصبوا في الطبسيل ما تنحطوهمش. والكوزه تنحكو تقريبا النص تاع هاد الكوزه في هاد الخلطه اللي غنديرو ان شاء الله باذن الله. هنايا راه عندي معلقه كبيره ديال السيبيسه، نشوفوها، معلقه كبيره كذلك ديال القرقله او الهيل، ومعلقه كبيره ديال ورقه عفوا ديال النويويره. اما لسان الطير او لسان العصفور كتشوفوا هو اقلهم اقل خلطات. علاش؟ لانه هوايا الا كثرنا منه كيدير لنا المروريه. وكنضيف النافع بهذا المعدل، ما كنكثرش النافع، القليل منه. تناخذ الحكاكه الصغيره وتنحك الكوزه بهذه الطريقه. وراه كنا تنعرفوا عفوا العطريه حاره مجهده حيت بحرة طحنتها هكذا. المهم غادي نطحن، غادي نبقى نحك النص تاع هاد الكوزه في هاد الخلطه كلها. هذا هو الخليط ديالي اللي كنحتفظ به، كنديرو في بلاستيك غذائي ثم في القرعه باش كنسد عليه مزيان، يبقى مسدود عليه سده ديال بصح، ممنوع يدخل ليه البرد. اما سكينجبير والخرقوم والبزار هادو ملي كنبغي نصب كناخذ المقدار ديالي ديال هاد الخلطه وكنضيف هاد التوابل ديالي اللي بقات بشكل عادي، بشكل اعتيادي، وما قلتش الملحه واللي هي اللي اساس وركيزه في كل شيء. هادشي الملحه طبعا راه كتبقى حسب الذوق. والزيت كذلك كنستعملوها، اما الزيت البلديه او الزيت زيت المائده. هنا تنخلط هاد الخلطه وهذه هي اللي معتمده وكنسد عليها مزيان. اما الباقي فهو اضافات كنضيفهم في المرق ديالي العادي. علاش؟ لان يمكن ليا نديرها في اللحم، طياب ديال اللحم العادي، غير نصيب اللحم بلا مروزيه، يمكن ليا نصب بها، ويمكن كما يمكن ليا ندير المروزيه. والا درت المروزيه كنضيف ليها هاد الاضافات لانها كتبغي هاد الشيء كله تيقبل الحلاوه اللي كنشوفوا هكا. هذه هي المروزيه ديالنا. واللي بغات تضيف السكينجبير والخرقوم والبزار لهاد الخلطه فما الا تضيف ملعقه كبيره من الزنجبيل في هاد الخلطه، وملعقه كبيره كذلك من الكركم في هاد الخلطه، ونصف ملعقه من الابزار الاسود. هو القليل من الابزار، ما نكتروش. شتي الا درنا ملعقه كبيره ديال السكينجبير راه نديرو فقط نصف ملعقه ديال الابزار من هاد الشيء كامل. ونشوفوا الخلطه الجايه ان شاء الله. والخلطه الثانيه بعد ما درنا الخلطه ديال المروزيه، الخلطه الثانيه غادي نشوفوها ديال الكرداس وديال القديد.
هادو كيتشابهوا الا في لحية الشيخ. لحية الشيخ بعد ما طحناها شنو عطاتنا هذا شويه ديال الغبره، وهاد الحشف فيها بزاف ديال التفل. وهذه هنا ردوا البال على الماكينه ديالتكم، لان اولا ما يطحنهاش لكم العطار، ثانيا خذوا ديروا بالخاطر شويه تطحن لكم الماكينه. خذوا اللي خديتوه، حتى هذا غادي نخدموا به هذا، حيت غادي نرقدوه بها، ولكن ملي غادي ننشروه كلشي كيكرم. ملي كيكرم كلشي كيتحتى من مع ملي تيكرم هو والثومه ملي تندقوها. دونك شنو عندنا هنايا؟ الملحه، كنستعمل الملحه الحيه، عندنا الكركم، خرقوم عرق، زنجبيل والقزبر. القزبر من الاهميات ديال الكرداس ولا القديد اللي كنديرو، مهم بزاف. وحتى يعني حتى القياس ديالو كنديروه تقريبا على 3 المعالق من القزبر ومعلقه من البقيه. عندنا الخل البلدي حتى هو من الاساسيات. والخل البلدي الى جينا نشوفوه ان الخل البلدي هو بروحه كيتصاوب ب من تقريبا من 32 عشبه مناش كيتصاوب الخل البلدي. اذا الا زدنا هنا الاضافات فهذه فقط اضافات. فملي كيبات اللحم في هذه الخلطات كلها زائد الخل البلدي فراه كيتشرب كل شيء اللي قامه اللي حاجتنا بها. قلنا عندنا الملحه، سكينجبير، الخرقوم والقزبر، وعندنا عصا سيدنا موسى. ها هي بعد ما طحناها شو كيعطاتنا، ولكن الرائحه بلا ما نقول لكم. هذا اليازير تا هو بعد ما طحناه وغربلناه طبعا. وهذه لحية الشيخ تا هي مطحونه وغربلناها، ها اللي حيدنا منها. وعندنا الشطه، الشونيه، المشرده، كل واحد الهريسه، كل واحد يقول شوف كل واحد شنو كيستعمل، لان هذا الحار اللي ناشف. وطبعا هذا الحرور هذا ما كنديروش البزار، هذا الحرور ديالو كيعوض لنا ديك اللسعه ديال البزار، ولكن هذا الحرور هذا كيخلي ان الحشرات ما تحطش لينا على اللحم وحنا ناشرينه. هو عندك هو والزيت والملحه، هادو راه من الاساسيات ومن الضروريات. بحال الرسول صلى الله عليه وسلم قال انا ابن امراه كانت تاكل القديد. باش كانوا كيصاوبوا القديد ديالهم خاص عندهم هاد العطور كلها كانت غير الملحه والشمش، وربما حتى الملحه كانت بين قوسين، لان الملحه في واحد الزمن راه كانت هي العمله، لكن الشمش هو الاهم والملحه. هادشي كله اضافات. اذا حتى وحده اللي مبتدئه واللي بغات تعرف شنو القديد ولا اشنو هذا ما تصدعش راسها. يعني اهالي قامه عندنا وتبارك الله كاينه واحد تشكيله كبيره من الاقامات تختار اللي بغات، ولكن الاساس هو الملحه. وملي دير هاد الشطه، هاد الهريسه هذه، ودير معاها الخل البلدي راه كيتباع، ودير كذلك الزيت والثومه مدقوقه، دقها في المهراز وتخلطها، فكيغنيها على هادشي كله. صراحه يعني الاشياء هي بسيطه ما كاينلاش حنا نعقدوها، ولكن ندورو تنعياو الحمد لله الوقت وهادشي اللي ورثنا على امواتنا وعلى جدودنا الله يرحمهم كاملين. فهادشي رائع وتقريبا خاصنا نعلموه حتى حنايا لولادنا باش هادشي ما يموتش. هذا راه هو الارث ديالنا ديال المطبخ المغربي اللي حنا توارثناه ابا عن جد، يعني راه جاي من سنوات قديمه. فالخلطه ديالنا، ونعاود نقول لكم هذه الخلطه ديال القديد، غندير 3 من هاد المعالق ديال القزبر راه سخناه وطحناه وغربلناه. 3 ديال القزبر، معلقه ديال اليازير، معلقه ديال عصا سيدنا موسى، ملعقه كبيره من الزنجبيل،
وملعقه من الكركم، وملعقه من لحية الشيخ. هاد لحية الشيخ ما غنديرهاش في القديد، وهذه لقامه ديال القديد. غندير الهريسه، غنضيف معلقه ديال البصله الكارمه. البصله حتى هي غبره، راه الا ضربها البرد كطوب، لكن غادي نحكوها. البصله رائعه. وهذه هي الخلطه ديالنا ديال القديد. ما درتش غير لحية الشيخ. لحية الشيخ اللي ما درتش غنديرها في الكرداس، ما نديرهاش في القديد. وهذه هي الخلطه ديالي. الله تبارك الله، رائحه رائعه رائعه الريحه. خصوصا دائما اللي بغات دير العطريه وتبغى تصوبها ما تصوبها حتى يقرب العيد، يعني في العشر ايام ديال العيد. ملي يدخل ايام العيد مع العشر ديال الحجه تصاوب العطريه باش تبقى طريه وتبقى محافظه على الطراوه ديالتها قدر الامكان. والحفاظ عليها هو الكيس بلاستيكي وقرعه زجاجيه وتغلق بشكل نهائي، يعني غدا تعطينا. وهذه هي الخلطه ديال القديد ديالنا. طبعا غنضيفوا ليها قلنا الثومه، تندقوها في المهراز ونحطوها فوق اللحم، ونكبوا عليها الخل البلدي ونكبوا عليها والزيت. ما نديرش الزيت ما غنديروه حتى الغدا ملي نبغي نشرو. كنبيتو ليله كامله في المرقد، وملي نبغي نشر عاد كندير الزيت، حيت الزيت ما غاديش يدخل اللحم. القامه اللي كتشرب اللحم، اما الزيت ففقط غنديروه في الاخر. واذا كان زيت الزيتون كان احسن، لان زيت الزيتون كي مطارد للحشرات بشكل عجيب. ولا ما كانش فزيت المائده كتكفي. وعاد كنشر اللحم يكرم ليا. انا تنشوفوا ان شاء الله مع بعض كيفاش غنديروا الكرداس. كنشر اللحم ديال الكرداس ونشر اللحم ديال القديد، هذاك كيكرم. وحتى الكرداس حتى كينشف شويه عاد كنجمعوا وغنشوفوا كيفاش غنجمعوا. كاينه الخلطه الاخرى اللي نفس الشيء، نفس هذه الخلطه. لاش المجبنه، كنا تنعرفوا المجبنه، وان شاء الله غادي نشوفوا كذلك الوصفه ديال المجبنه مع ايام العيد واللحم ديال العيد. نشوفوا المجبنه. اللي بغات تتبع معايا الوصفات ديالي ان شاء الله فما عليها الا تابعني ان شاء الله في ايام العيد، وغادي نشوفوا كيفاش غنديروا كل حاجه على حده. لكن والحال سخون، ومخافه على ان اللحم اللي بغات تتبعني دير اللحم في الفريغو، وعاد باش ملي تشوف الحصه عاد تجبد تخدم اللحم ديالها، ما تخليهش على برا، وتسنى ملي تشوف الحصه او تشوف الوصفه وتطبقها باذن الله. ونتمنى تنال اعجابكم. اما قلنا العطريه ديال المجبنه، فهاد الخلطه نفسها ديال القديد زائد الحلبه والسانوج وحب رشاد. والان غادي نشوفوا الخلطه الثالثه. درنا الخلطه ديال الكرداس والقديد، ودرنا الخلطه ديال المروزيه، والان غنشوفوا الخلطه ديال القطبان، لان القطبان ديال العيد على حساب اللحم، القياس ديال اللحم اللي عنده. كاين اللحم كتير، اللحم قليل، كل واحد غادي يستعمل، كل وحده غتاخذ القياس ديالها. وهذه هي الخلطه ديالنا ديال القطبان. الا قلت لكم الريحه كي دايره ما شاء الله. خاصني هي هذه العطريه ديالنا. تنزيدوا عليها ملي كنديروا الاقامه كنزيدوا عليها البصله محكوكه، الماء ديال البصله فقط، وكنرقدوا القطبان ديالنا.
وهادو هما الوصفات ديالنا بثلاثه بل 4، لان اللي غنضيفوا نفسها ديال الكرداس والقديد اللي ضفنا ليها لحية الشيخ غادي نستعملوها الكرداس، وبلا لحية الشيخ غنستعملوها للقديد لهاد الخلطه. هذه المروزيه وهادو القطبان، الاقامه ديال القطبان. شوفوا معايا هذه المروزيه، التوابل الاربعه بدون سكينجبير وخرقوم الكركم، وهذا الخلطه ديال القديد والكرداس. الا عجبتكم الحصه ما تنساوش تفعلوا الجرس وديروا لايك، ونتلاقاو في القريب ان شاء الله مع وصفه جديده مع سلسله تحضيرات العيد الكبير او العيد الاضحى ان شاء الله.